اهلا بيكم والحلقه الثانيه والثالثه من مسلسل كوبرا كاي. عايز اقول لك ان اللي جاي حاجه واللي فاتت حاجه ثانيه خالص، ولو ما شفتش الحلقه الاولى هسيبها لك تحت في الوصف. وانا والله عايز اعمل كل الحلقات مع بعض، ولكن بسبب طلباتكم الكتير بحاول مش هتاخر عليكم، فتاكد ان انت مفعل زر التنبيهات لان الحلقات اللي جايه اقوى بكتير. ويلا بينا نبدا. المعلمين كلهم بيجمعوا الطلاب وبيقولوا لهم ياخدوا جاهزه لاي حاجه، هنواجه الصعاب كلها. في الوقت ده بنشوف كريس واللي بنشوفه بيتكلم وبيقول واللي بيقول عرفكم دايون ان كوبرا كاي لسه ما خلصتش ورجعت من جديد. بعد كده بنرجع للزمن شويه واللي بنشوف كريس وصاحبه واللي بيكونوا بيتصنتوا على المعلم كيم من بعيد. ساعتها البنت الصغيره دي بتكون مستخبيه من المعلم كيم. ساعتها المعلم بيشوفها وبيقول لها انا قلت لك 100 مره المكان ده للتمرين، بس ما ينفعش تكوني هنا. وبيفضل يضربها بالعصايه اللي معاه دي، بيفضل يضربها لحد ما كريس بيروح له وبيقول له كفايه، وبيقول له لازم تدربها وما ينفعش تعاقبها علشان عايزه تتدرب. المعلم كيم بيقول له انت مالك، ما تيجي انت تاخد مكاني، وبيقول له ارجع لامريكا احسن لك، ولما ترجع مره ثانيه ترجع وانت معلم كاراتيه. انما كريس بيقول له لما اكون معلم ساعتها مش هرحم اي حد. ساعتها المعلم كيم بيقول له انا هعلمك درس عمرك ما تنساه، وفجاه بيضربه وبيوقعه على الارض. ولما بيقع على الارض بيقول له البنت دي لازم تتعلم. بيكمل ضرب فيه والمعلم بيقول له دي تكون حفيدتي. بيكون هيضربه تاني لكن البنت بتيجي على اخر لحظه وتضرب المعلم كيم اللي بيكون جدها. بيمسكها وبيخنقها كده وبيقول لها عايزه تهاجم جدك. بيقول لها انت خايفه؟ بتقول له لا. بيقول لها ماشي كده تكون انت جاهزه وهتبتدي التدريب من بكره. ساعتها كريس بيكون فرحان، ودي بقى بتكون دايون هي نفسها البنت الصغيره اللي احنا حكينا قصتها من شويه. بيروح لها ومن هنا بتبدا رجوع كوبرا كاي. في الوقت ده بننتقل لدياز وعيلته والمعلم جون بيكون موجود. دياز بيعمل بحث علشان يخش الكليه واهله بيكونوا فرحانين بالمقال اللي كتبه. ودياز بيقول له روبي مش عايز تخش الكليه معايا، لكن روبي بيقول له لا يا عم مش عايز اخش اي كليه. لكن جون بيقول له لا يا روبي لازم انتوا الاثنين يكون مستقبلكم واحد، وده برضه هيساعدنا علشان نكسب بطوله سيكاي. وفي وسط ما هم قاعدين الماسوره دي بتنفجر عليهم وبتنزل ميه كتير. بعد كده بنشوف مرات جون بتقول له احنا 5 افراد والسادس جاي في السكه، لازم نعيش في بيت امن علشان نقدر نعيش كده مش هينفع. لكن جون بيقول لها ما تقلقيش هنظبط كل حاجه لما نكسب البطوله باذن الله، علشان دلوقتي مفيش اي فلوس. فبتقول له البطوله لسه عليها شهرين. ساعتها دياز بيكون سامحهم، وكمان بتقول له دياز عايز يخش الجامعه، هتجيب كل ده منين؟ بيقول لها ما تقلقيش وربنا هيفكها علينا. بعد كده بنرجع لكريس ودايون واللي بيقول لها يا ده انا فاكر ذكريات كتيره، ورغم ان جدك كان تدريبه يعتبر تعذيب بس بحبه. وبتقول له اليوم اللي انت سبتني فيه انا بدات فيه تدريب. بيقول لها معلش بقى ما قدرتش اقف جنبك في بطوله الوادي. بتقول له لا عادي. فبيقول لها انت اهلت كوبرا كاي للمشاركه في بطوله سكاي. بتقول له انا كنت موافقه بس القرار ما كانش ليا، وبتاخده وبتوديه للمعلم كيم. بيتكلم مع المعلم كيم وبيقول له انا فرحان اني شفتك من جديد. بيقول له دلوقتي جه دور اننا ننشر تعليمك الكاراتيه للعالم كله، وده طبعا بموافقتك انت، وطبعا لما توافق هاخد حفيدتك لمكان تستحقه وهو المشاركه في بطوله سكاي، وده هيكون تحت اسم كوبرا كاي. لكن المعلم كيم بيرد عليه بكلمه واحده وهي نو. كريس بيحاول يوضح له وبيقول له انت مش فاهم، لكن المعلم كيم بيضربه في منطقه حساسه وبيقول له لا انا فاهم كل حاجه. بيقول له حفيدتي راحت لامريكا ورجعت تاني، بس المره اللي راحتها فشلت. ساعتها دايون بتحاول تفهمه وبتقول له سيرفر هو السبب، لكن المعلم كيم بيقول لها بلاش اعذار، وانت اصلا ما ينفعش تكوني معلمه كاراتيه، ولازم انا اكون عايش علشان اوجهك للصح. صلى على النبي كده يا حاج، لازم تكون عايش ايه؟ ده الاعمار بيد الله. ساعتها كريس بيقول له النجاح بين ايدينا، ولو مش وافقت مش هنلاقي فرصه تانيه. المعلم بيقول لهم انتوا اغبياء، كل همكم ان انتوا تاخدوا الجايزه وما فكرتوش من الاعداء اللي هيقفوا قدامكم. لكن بكل ثقه كريس بيقول له مفيش حد هيقدر يقف قدامنا. المعلم بيضحك عليه وبيقول له عمرك ما هتكون معلم كاراتيه بطريقتك دي يا كريس. لكن كريس بيقول له مش قالت لك ان في طالب من عندي خلص على 5 من عندك ولا ايه؟ لحد ما المعلم كيم بيقول له انا هديك فرصه واحده بس، ودي من خلالها هتقدر تثبت نفسك ولا لا. ساعتها بقى جون بيكون عند دانيال وبيفضل يدور على بيت علشان يقعد فيه بالايجار، اما دياز وبقيت صحابه بيكونوا راحوا الكليه. ساعتها المعلم كيم بيقول لكريس زمان الارض دي كانت محتله من اليابان، ناس منهم حاولوا يسجنوني لكن هربت منهم واستخبيت في كهف، لكن فضلوا ورايا لحد ما لقوني. دخلت معاهم في قتال وخلصت عليهم بخنجر، والخنجر ده بتاعي وكان عزيز عليا قوي. قتلت عدد منهم قبل ما الخنجر بتاعي يضيع، وعلشان انت تقدر تثبت نفسك رجع لي الخنجر ده، بس خلي بالك الخنجر ده هتلاقيه في كهف ضلمه. فعلا كريس بيروح وبيلاقيه، لكن بيكون موجود جنبه حيه. بيحاول ياخد الخنجر لكن الحيه بتعضه وساعتها بيفقد الوعي. وساعتها جون بيكون زعلان جدا لانه مش لاقي بيت، لكن تشيزن بيقول له خليك ماشي على طريقه مياه غدو، وهو انك مش تيأس وتحاول كتير. فعلا جون بيروح يدور على بيت تاني، وصاحب البيت بيطلع عارفه بيقول له انا كنت متابع بطوله الوادي وشفتك كمان، وبيقبل انه يأجر له البيت. في نفس الوقت بنشوف كريس واللي بيفوق من جديد واللي بيكون حاسس بألم شديد، وبيفضل يجيله تهيؤات، وكمان بيتهيأ ان دخل قتال مع جون، وكمان بيتهيأ له انه خلص عليه. اما دياز بيكون فرحان بدخوله للكليه وبيكون بيتكلم مع صاحبه ده، لكن فجأة الراجل الرخم ده بيجي على صاحبه وبيرخم عليه وبيقول له امسح الارض دي. لكن صاحب دياز بيقول له المكنسه مش موجوده، لكن بكل برود بيقول له نام على الارض وخليك انت مكنسه. دياز بيتكلم لكن الواد بيقول له انت مالك انت. بيفضل يهين في صاحب دياز وكل الطلبه بتضحك عليه. الواد بيقول له هتترفد من الكليه وده هيكون بسببي، لكن صاحب دياز بيقول له انت الخسران.
وبياخد كوبايه الميه دي بيكبها عليه وبيكون عايز يضربه، لكن بيصدها وبيقول له يا معفن ما تعرفش ان انا خبير في الكاراتيه، وبيرميه على الارض. اما دياز وهوك بيفضلوا يضربوا في صحاب الواد ده وبيعلموا عليهم، وكمان ديني بينزل يطحن فيهم، ودياز بيكون مسيطر تماما لحد ما الواد ده بيكون عايز يغدره، لكن صاحبه بيلحقه وبيكسر الازازه على دماغه. بيكون الاربعه مسيطرين على المكان، وصاحبهم بروكسي كمان بيكون مسيطر معاهم. اما جون بيروح لدانيال وبيقول له اخوك مزنوق في قرشين. دانيال بيوافق وبيقول له اتفقنا يا جون. فجون بيقول له هروح للسكرتير عشان اخد شيك، لكن دانيال بيقول له مفيش فلوس دلوقتي، وحتى العمال اللي انت شايفهم دول ما بياخدوش اجر اليومين دول، وانت كمان ما تدفعش الايجار الا لما نكسب البطوله. لكن بيقول له مش هينفع ولازم اوفر لعيلتي كل المتطلبات، والبطوله لسه عليها كتير. وبيقول لدانيال تنصحني اعمل ايه؟ فدانيال بيقول له سيب شغلك الحر ده وروح شوف لك شغل تاني. في الوقت ده كريس بيحاول ياخد الخنجر، لكن الافعى بتكون لسه موجوده، وبيقول لها المره دي مش هخسر لاني حاطط عيني على الجائزه الكبيره. بعدها بنشوف جوني واللي بيروح لدانيال من جديد وبيقول له انا قررت اشتغل معاك. فدانيال بيتصدم وبيقول له ثانيه واحده. ساعتها دانيال بيروح لمراته اماندا وبيحكي لها على كل حاجه، فبتقول له شغله معاك وخليه يشتغل نفس الشغلانه اللي روبي ابنه كان شغالها. وهو بيتكلم معاها بيجي لهم جرس ان في حد باع عربيه، بيروح فورا يشوف مين اللي باع العربيه، فبيلاقي جون هو اللي باعها. واللي اشترت العربيه بتقول له بصراحه الراجل ده انا ارتحت له كتير وعلشان كده انا اشتريت العربيه، وفي ناس كتير بيحاولوا يقنعوني ان انا اشتري، لكن الراجل ده اقنعني بجد. ساعتها دانيال بيفرح وبيوافق ان يشغله معاه. بعد كده بننتقل للمعلم كيم وداين بتقول له انت خليت كريس يروح علشان يموت، لكن المعلم كيم بيقول لها انا خليته يروح علشان يواجه الموت. وفجاه كريس بيجي عليهم وبيكون معاه الخنجر. المعلم كيم بيقول له الجايزه، لكن كريس بيقول له الامر مش بيتعلق بالجايزه، الامر بيتعلق بتدمير اللي هيعارضني ان انا اخد الجايزه، وبيرمي راس الافعى قدامه. ساعتها المعلم كيم بيقول له احنا كده بقينا جاهزين واللي هيقف في طريقنا هيبقى مصيره زي الافعى دي. بعد كده بننتقل لدانيال واللي ساعتها كلهم بيكونوا متجمعين عنده وبيكونوا عاملين حفله بمناسبه المولود الجديد اللي اصلا لسه ما جاش. بنشوف توري وسام واللي خلاص بقوا اصحاب وبيساعدوا بعض في كل حاجه، وكالعاده روبي ودياز بيكونوا فرحانين. بعد كده بنشوف تشوزن واللي بيقول لاماندا انا اكلت وجبه خفيفه كده في نص الليل، فبتقول له ده انت اكلت صينيه الحلو كله، خلاص يا عم خد دول وعينهم وما تشربهمش علشان الحفله. بعد كده بنشوف جون ودانيال وتشوزن بيقول لجون انت نفسك في ايه يا معلم؟ بيقول له كده كده في الحالتين انا بعرف اتعامل. وهم واقفين الباب بيخبط، فدانيال بيروح يفتح مش بيلاقي اي حد، لكن بيلاقي الصندوق ده. بيقول لي جون تفتكر ايه اللي جوه الصندوق؟ بيفضل يخوفه ويقول له ممكن يكون كريس، فبيقول له يا عم بلاش عبط. بيكون كلهم متجمعين ومره واحده في صوت فرقعه بيحصل، فجون بيخش عليهم وبيكون فرحان علشان المولود الجديد. فاماندا بتقول له دانيال فين؟ ساعتها دانيال بيخش وكلهم بيموتوا من الضحك عليه. في نفس الوقت بننتقل لكريس وداين بتقول له قدرات طلابي بتتفوق تماما عن طلاب كوبرا كاي، بندربهم تدريبات تقيله قوي، وانت بنفسك بتشوف المعلم كيم كان بيعمل ايه، بيشوف العيال بتعمل حركات فبيقول لها الحركه دي اسمها ايه، فبتقول له هونجا كونجا. يكون باين على طلابها انهم اقوياء لدرجه كبيره، وبتقول له الواد ده هو افضل طالب موجود هنا. بيعملوا عرض لكريس والواد بيكون عنتيل، لكن بعد ما بيعملوا بيقول لاصحابه الحركه دي بتتعمل كده. فداين بتقول له انت طالب زيك زيهم مش تكلمهم بالطريقه دي. بيقول لها احنا بنضيع وقت بس، لكن بتقول له عقابا ليك هتعمل مهمه لوحدك. فبيقول لها انا قادر على اي مهمه وبطولي. بتقول له ما انا عارفه، وبتقول له مهمتك هو انك تروح تغسل الحمام. بعدها بنشوف جون واللي بيشوف سام وتوري بيتدربوا، فبيقرر يخليهم هما الاثنين يخشوا في قتال. ساعتها ما بيكونوش عايزين يأذوا بعض لان علاقتهم اتحسنت كتير. اما البنت دي بتسال دياز وروبي وبتقول لهم انت عملتوا فيهم ايه؟ ده انتوا خليتوهم احسن بكتير. بيرد عليها وبيقول احنا ما عملناش اي حاجه. في الوقت ده هوك بيسال صحابه وكيني كمان، بيقول لهم انا هموت واعرف البطوله دي هتكون في اي بلد. فكيني بيقول له انا اتمنى تكون في المانيا. اما صاحبهم التاني بيقول لهم انا نفسي تكون في تايوان. بعد كده بنشوف دانيال واللي بيكون ماسك صوره مياغي وبيتكلم وبيقول يا ريتك كنت موجود دلوقتي لان باسمك وباسم مدرستك بقينا عندنا صبايا كتير بيتدربوا. تشوزن بيقول له تعالى يا عم شيل قصادي، فبيروح علشان يشيل قصاده فبيشوف الخزنه دي. تشوزن بيقول له ايه ده يا معلم؟ فدانيال بيقول اكيد دي ملك مياغي لان هو اللي بنى المكان ده. بيفتحوه وبيلاقي فيه صندوق. في الوقت ده بنشوف داين واللي بتقول له طلابها انا عارفه ان انتم عندكم فضول تعرفوا مين الزائر الجديد. بتقول لهم ده المعلم كريس من اقوى المعلمين اللي اتدربوا في المدرسه، وجاي هنا علشان يختبر قوتكم ضد افضل المقاتلين في العالم، لازم تحترموه وتسمعوا كلامه، مفهوم؟ فالكل بيرد عليها وبيقول لها مفهوم. كريس بيكلمهم وبيقول لهم من فتره كان عندي طالب ودرب علشان يكون افضل طالب في العالم، كسب اي خصم قدامه وكان مؤهل انه ياخد البطوله، لكن في يوم من الايام كل حاجه اتغيرت وخسر قدام واحد صغير في الحجم. تعرفوا ليه خسر؟ لانه خصمه كان عنده عزيمه قويه. علشان كده ازاي نخصم اي خصم عنده عزيمه قويه؟ واحد بيقول له نتدرب كتير فبيقول له لا، التاني بيقول له نهجم كتير برضه بيقول له لا، انما التالت بيقول له لازم يكون عندنا عزيمه اكتر، لكن الطالب ده بيقول نديله ضربه في قلبه ونخلص عليه. كريس بيقول له صحيح وبيقول له استناني علشان اوريك حاجه مهمه. في الوقت ده بنشوف سام وتوري واللي بيكونوا رايحين لصاحبتهم وبيكون جوني موجود وبيقول لهم اهلا بيكم في احتفالكم مع صاحبتكم، لكن البنت دي بتقول له انا مش عارفه الطريقه دي هتستعيد قتالهم تاني ولا لا، ولكن جون بيقول لها هم محتاجين يخشوا في صراع هم الاثنين علشان يرجعوا يقاتلوا بعض من جديد. في الوقت ده دانيال بيفتح الصندوق، مراته بتلاقي دراع الملاكمه ده وتشوزن بيلاقي العمله الصينيه ده وبيلاقوا حاجات كتيره جدا وذكريات للمعلم مياغي. فمراته بتقرا
بيقرأ الرسالة دي واللي بيكون مكتوب فيها يوم 3 مايو سنة 1947 بتبحث الشرطة عن واحد ارتكب جريمة كبيرة. انتقل جيم تايكنز من الوادي للمستشفى بعد تعرضه لضرب كبير وسرقة اغلى حاجة عنده، والشخص اللي هاجمه اسمه كويوسي مياغي. تشيزن بيقول له هو مياغي كان ليه اخ ولا ايه؟ ساعتها دانيال بيمسك الباسبور ده وبيلاقي فيه صورة مياغي بس اسمه بيكون متغير واتولد في عام 1924 مش 1918 زي ما مكتوب في الباسبور، وبيقول لهم هو اتولد عام 1924 مش 1918 زي ما مكتوب في الباسبور. مراته بتقول له بيحصل عادي لان في ناس كتيره جدا مش بتحب تصرح عن عمرها، بيكون مكتوب عنوان، فمراته بتقول له تعالى نروح للعنوان ده ونبحث ونشوف الحقيقه. في الوقت ده كريس بيبدا في تدريب الطلاب وبيمرنهم تدريبات عنيفه. داين بتقول لكريس مش حرام تضيع تدريب يوم كامل علشان تعاقب كوان. كريس بيقول لها دي مش معاقبه ده درس. في الوقت ده الطالب بيسمعهم فبيروح يقول لكوان احنا زهقنا من عدم احترامك للناس، فبيقول له احنا هنا علشان نتدرب، فبيقول له انا هعلمك تسكت ازاي. فالواد بيتضايق وبيروح موقعه على الارض. ساعتها كريس بيقول لهم كفايه كده النهارده وتعالوا بكره علشان نكمل. ساعتها كوان بيتعصب جدا. داين بتقول لكريس انت قلت لي انك هتعلم الطلبه القتال مش تشغلهم يشيلوا طول النهار. بيقول لها من خلال القلم بيكشف البطل عن نفسه. في الوقت ده جون بيحاول يدخل سام وتوري في صراع لكن للاسف بدون نتيجه. ساعتها بيلسع توري في ودنها فبتقوم عشان تشوف مين اللي عمل كده، فبيكونوا صحابها الاثنين نايمين برضه ما بيكونش في نتيجه. ساعتها جون مش بيلاقي غير حل واحد وهو انه ياكل الخياره دي. بيحاول كتير لكن من غير نتيجه. في الوقت ده دانيال واماندا وتشيزون بيروح للمكان لكن بيلاقوه صاله تدريب. فدانيال بيسال هو مين صاحب المكان ده لكن في واحد بيرد عليه وبيقول له امشي من هنا، لكن تشيزون بيقول له انا هتصرف بطريقتي. في الوقت ده دانيال بيسال تاني وبيقول لهم تعرفوا الشخص اللي في الصوره ده؟ ساعتها الواد ده اول ما بيشوف الصوره بيطلع يجري من المكان، بيجروا وراه لحد ما تشيزون بيمسكه. الواد بيكون عايز يضربه لكن تشيزون بيتصدى ليه. الواد بيكون مفكرهم ان هم من الشرطه لكن بيقولوا له احنا مش شرطه ولا حاجه، احنا جايين بس نسال على شويه تفاصيل. بيمسك الباسبور واول ما بيشوف الصوره بيقول مياغي. في نفس الوقت كل محاولات جون بتفشل وسام وتوري بيكونوا اصحاب اكتر من الاول. فسام بتقول لتوري ايه رايك في الكلب ده؟ فبتقول لها حلو. فجاه روبي بيرن عليها وتوري بتقول لها هو روبي بيرن عليك ليه؟ ساعتها جون هو اللي بيكون سارق تليفون روبي وهو اللي بيرن عليه. في الوقت ده سام بتقول لها ممكن يكون رن بالغلط لكن بيكتشفوا من جديد وبيعرفوا ان اللي ورا الحكايه دي هو جون. بيفشل من جديد. وفي الوقت ده كريس بيكون قاعد مع كوان بيجي عليه وبيقول له انت ليه عايز توقع بينه وبين صحابي؟ بيقول له علشان انت مغرور ومش بتحب حد، وبيقول له كمان مش تسيب حقك وغضبك ده طلعه عليه. ساعتها بيروح له وصاحبه بيكون مش فاهم حاجه لكن بيدخلوا في قتال وبكل وحشيه كوان بيضرب صاحبه بكل غشوميه. صحابه الاثنين بيخشوا معاه في قتال لكن بيتفوق عليهم وبيكون الواد عنيد بيكون بيسيطر عليهم ومش بيسكت لا وبيكمل عليهم كمان، لكن صاحبه بيقوم من جديد وبيديله بالرجل لكن مش بيتاثر باي حاجه. صاحبه بيكون مش قادر عليه وبكل حقد وغل الواد بيضربه ضرب كتير لحد ما الواد بيغمى عليه. دايم بتكون شايفه كل حاجه بس مش بترضى تتكلم وبتبص نظرات غريبه لكريس. في نفس الوقت دانيال وتشيزن بيتكلموا مع الراجل وبيستفسروا منه فبيقول لهم مياغي ده كان صديق مقرب لجدي. الواد بيقول لهم سمعت ان في عمليه اجراميه ودي نفسها اللي كانت مكتوبه في الرساله ومش بيكون عارف حاجه تانية وبيسيبهم وبيمشي. دانيال بيكون في متاهه ومش فاهم اي حاجه. اما سام وتوري الوضع بيتحسن معاهم وبيكونوا صحاب قوي وجون ساعتها بيكون هينفجر. في نفس الوقت بنشوف كريس واللي بيقول لطلابه في طريقه واحده بس علشان تقدر تكسب خصمك لو عنده عزيمه واصرار، لازم تجمع كل الكراهيه جواك وتطلعها عليه. وبيقول لكوان جهز صحابك. في الوقت ده دايم بتقول له عجبتني لانك قدرت تسيطر على كوان لان بكده مفيش اي مدرسه هتقدر تفوز علينا. في الوقت ده سام وتوري بيخشوا في قتال مع بعض واخيرا هما الاثنين بيكونوا مستعدين بيخشوا في قتال وهما الاثنين بيكونوا متعادلين في نفس القوه. اما دانيال بيكلم نفسه قدام صوره مياغي وبيقول انا واثق ان القصه دي بتخفي حاجه كبيره وبيقول له مش كنت عرفتني بالحقيقه. في الوقت ده اعلان بطوله سكاي بينزل الكل بيتجمع وبيسمعوا الاعلان ومن خلال الاعلان ده بيكون اتقبلوا في البطوله والبطوله هتكون في اسبانيا. كلهم بيفرحوا لكن بيكملوا الاعلان وبيعرفوا كمان ان هيكون في اختبار الاول ومن بعدها اللي هيقدر يشارك هم 6 مقاتلين من كل مدرسه. الكل بيتصدم لان 6 منهم بس هم اللي هيقدروا يخشوا البطوله. روبي بيقول ده معناه ايه؟ فدياز بيرد عليه بيقول له ده معناه ان في 6 من المدرسه دي هم اللي هيروحوا البطوله مش كلنا لا. انتظروا بقيه الحلقات من مسلسل كوبرا كاي وانا والله عايز اعمل كل الحلقات مع بعض ولكن بسبب طلباتكم الكتير بحاول مش هتاخر عليكم، فتاكد ان انت مفعل زر التنبيهات لان الحلقات اللي جايه اقوى بكتير. ويلا بينا اشوفكم في حلقه جديده على خير والسلام عليكم.